بصوا على البيرنج اللي قدامكم ده كده، لو سألتكم دلوقتي ايه المشكلة اللي فيه اكيد هسمع اجابات كتير. حد هيقول مثلا البيرنج ده مصدي، وحد هيقول بايظ ولازم يتغير، وحد هيقول المية دخلت له، وحد تاني هيقول ان الشحم قل او انتهى او التزييت كان غلط. وكل الكلام ده ممكن يكون صح، لكن الحقيقة ان محدش جاوب على السؤال الحقيقي. والصورة اللي قدامنا فيها فيلير أو عطل، لكنها ما فيهاش روت كوز والسبب الجذري للعطل ده. ودي من أهم الحاجات اللي لازم أي مهندس أو فني يفهمها. الفيلير أو العطل معناه إن البيرنج فقد وظيفته وما بقاش يشتغل بالشكل المطلوب. لكن هل مجرد الصورة دي تقدر تقول لنا السبب الحقيقي؟ طبعا لأ، لأن الصورة بتورينا النتيجة لكنها ما بتقولناش إيه اللي وصلنا للنتيجة دي. علشان كده لازم نفكر بعقلية مهندس تحليل أعطال، مش بعقلية واحد كل اللي بيعمله إنه بيغير قطعة ويجيب مكانها. خلوني أسألكم، أنا قدامي بيرنج عليه صدأ، هل الصدأ ده هو السبب؟ أكيد لأ، الصدأ ده مجرد نتيجة أو علامة بتقول إن في مشكلة حصلت قبل كده. طيب إيه اللي عمل الصدأ ده؟ ممكن مية دخلت جوه البيرنج، وممكن المعدة كانت متخزنة فترة طويلة من غير حماية، ممكن الشحم فقد خواصه وبقى مش قادر يمنع الرطوبة من الوصول للأسطح المعدنية، وممكن السيل يكون تالف فسمح بدخول المية، أو المعدة اتغسلت بطريقة غلط والمية دخلت للبيرنج، أو حتى حصل تكثف للرطوبة بسبب فرق درجات الحرارة. كل دي أسباب مختلفة، لكن في النهاية كلها ممكن تديني نفس شكل البيرنج اللي قدامي. طيب تعالوا نفترض إني شلت البيرنج ده وركبت واحد جديد زيه بالظبط، إيه اللي هيحصل؟ بعد فترة هلاقي نفس المشكلة رجعت تاني ويمكن أسرع من الأول. طيب ليه الكلام ده؟ لأننا غيرنا الفيلير أو العطل، لكن معالجناش الروت كوز أو السبب الجذري. ودي للأسف من أكتر الأخطاء اللي بتحصل في الصيانة، إننا نركز على الجزء البايظ وننسى السبب اللي بيبوظ كل مرة. ومن هنا بقى نربط الكلام بالكورس بتاعنا. احنا مش هدفنا نعرف ان البيرنج باظ وخلاص، احنا هدفنا نفهم ايه علاقة الزيت او الشحم باللي حصل. هل الشحم فقد خواصه بسبب دخول المية؟ هل نوع الشحم كان غلط من البداية؟ هل كمية الشحم كانت قليلة؟ هل الشحم كان متلوث؟ كل دي أسباب ممكن توصلنا لنفس شكل البيرنج ده. علشان كده ما ينفعش تبص للصورة وتحكم على طول. وبالنسبة للسبب الجذري للعطل اللي في البلية دي والصدى ده، فده بسبب إن البلية دي اختيارها كان غلط في المكان اللي هي شغالة فيه، أو البيئة اللي كانت فيها، واللي كان كلها مية ورطوبة فكان اختيارها غلط من حيث نوع الغطا، واللي كان حديدي ورمزه زد زد، وده مش مناسب للبيئة اللي فيها مية لأنه ما بيمنعش دخول المية جوه البيرنج، وبالتالي هيضيع وظيفة الزيت اللي جوه البلية، ومع الوقت البلية هتصدي. وهو ده السبب الجذري. وعلى العموم دي من ضمن المواضيع اللي اتكلمنا عنها في كورس البيرنج. طيب والحل او الكوركتيف اكشن هنا ايه؟ ان اجيب نوع 2RS واللي فيه سيل رابر بيمنع دخول المية والملوثات داخل البيرنج. والحل الوقائي او البريفنتيف اللي اعمله اني احاول بقدر المستطاع احمي البلية برضو من المية اللي حواليه، سواء اغطيها باي غطا يقلل او يمنع ان المية تقع عليها. طيب تعالوا نعرف ايه علاقة الزيت او الشحم بعمر المعدة. خلوني أسألكم سؤال في الأول، لو أنا جبت بيرنج جديد تمنه 3000 جنيه وركبته بالطريقة الصحيحة، هل معنى كده إنه هيعيش العمر التصميمي بتاعه؟ أغلب الناس هتقول طالما البيرنج جديد والتركيب صح، لكن الحقيقة إن الإجابة بتكون لأ. لأن البيرنج مش بيعيش على جودة تصنيعه بس، البيرنج بيعيش على البيئة اللي بيشتغل فيها، وأهم حاجة في البيئة دي هي الزيت أو الشحم. وشركة اس كي اف عملت دراسات على آلاف البلي وقالت إن لو البلية أو البيرنج شغال بزيت نظيف ممكن يعيش العمر التصميمي بشكل كامل، وفي بعض الحالات يوصل لعشرات السنين. لكن نفس البيرنج بالظبط لو اشتغل بزيت ملوث ممكن يبوظ بعد شهر واحد بس. يعني احنا بنتكلم إن عمر البيرنج ممكن يقل بحوالي 500 مرة. وده مش رأيي ولا تقدير الشخصي، دي نتائج مبنية على دراسات منشورة من اس كي اف. وعلشان تعرفوا قد إيه موضوع التزييت مهم، خلوني أوريكم واحدة من أشهر إحصائيات اس كي اف. فلو سألتكم دلوقتي إيه أكتر سبب بيخلي البلية تبوظ،
ناس هتقول الحمل، وناس هتقول عيب تصنيع، وناس هتقول الخامة. لكن لما اس كي اف حللت آلاف حالات الأعطال، كانت النتيجة إن 36% من أعطال البيرنج سببها البور لوبريكيشن، يعني مشاكل التزييت. يعني أكتر من تلت البيرنج اللي بيبوظ السبب الرئيسي فيها الزيت أو الشحم، وده يشمل استخدام زيت أو شحم غير مناسب، أو اختيار لزوجة غلط، أو كمية أقل من المطلوب أو أكبر من المطلوب، أو عدم إعادة التشحيم في الوقت المناسب، أو استخدام نوع شحم غير مناسب لظروف التشغيل. كل الأخطاء دي هنتكلم عنها بالتفصيل في الكورس. بعد كده هنلاقي 14% من الأعطال سببها الكونتامينيشن أو التلوث. والتلوث مش معناه تراب بس، لأ، ممكن يكون مية أو برادة معدن أو رمل أو جسيمات دقيقة دخلت مع الزيت أو الشحم. وتخيل معايا إن حباية رملة صغيرة جدا دخلت جوه البيرنج. الحباية دي هتتصرف كأنك حاطط ورقة صنفرة بين سطحين معدنيين بيلفوا بسرعة كبيرة جدا، ومع كل لفة هتخدش السطح شوية، وبعد آلاف أو ملايين اللفات هتلاقي البيرنج بدأ يتاكل ويعطل قبل عمره الطبيعي بكتير. بعد كده هنلاقي 16% من الأعطال سببها البور فيتنج أو التركيب غير الصحيح، زي إن البيرنج يتركب بالضرب بالشاكوش، أو يتركب وهو معوج، أو يتسخن بطريقة غلط أثناء التركيب. وأخيرا حوالي 34% من الأعطال سببها فتيج أو تعب المعدن، وده طبيعي يحصل بعد عمر تشغيل طويل أو نتيجة أحمال عالية ومتكررة. لكن عايزكم تركزوا معايا في أهم نقطة في الإحصائية كلها، وهم أول رقمين: 36% بسبب التزييت، و14% بسبب التلوث. لو جمعناهم هيدونا 50%، يعني تقريبا نص أعطال البيرنج سببها بشكل مباشر أو غير مباشر الزيت أو الشحم. بعد ما عرفنا إن حوالي نص أعطال البيرنج سببها التزييت أو التلوث، يبقى لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: هو الزيت أو الشحم بيتلوث إزاي أصلا؟ لأن مادة التزييت وهي خارجة من المصنع بتكون مطابقة للمواصفات، لكن المشكلة بتحصل في الرحلة من المصنع لحد ما تشتغل جوه المعدة. ممكن يتلوث أثناء النقل، أو أثناء التخزين، أو أثناء التعبئة، أو أثناء الصيانة، أو حتى وهو شغال جوه المعدة. وعلشان كده لازم نبقى عارفين كل مصادر التلوث. أول وأشهر مصدر هو الأتربة والجسيمات الصلبة. مجرد إن تراب أو رمل أو غبار يدخل جوه نظام التزييت تبدأ المشكلة. الأتربة ممكن تدخل من فتحة التهوية أو البريثر، وممكن تدخل بسبب تلف السيل أو منع التسريب، أو أثناء فك وتركيب أجزاء المعدة في أعمال الصيانة، أو حتى لأننا فتحنا غطا الزيت في مكان مليان تراب. والجسيمات الصغيرة دي مهما كان حجمها بتشتغل كأنها مادة قاشطة بين الأسطح المعدنية، ومع كل لفة أو حركة بتزود معدل التآكل، وبالتالي عمر المعدة يقل بشكل كبير. بعد كده عندنا المية، وده من أخطر أنواع التلوث. المية ممكن تدخل بسبب تسرب من الخارج، أو أثناء غسيل المعدة، أو نتيجة تكثف بخار المية داخل المعدة لما يحصل فرق كبير في درجات الحرارة. وكتير جدا بيستغرب لما يعرف إن مجرد وجود كمية بسيطة من المية ممكن يغير خواص الزيت بالكامل. وجود المية بيسرع أكسدة الزيت، ويقلل كفاءة طبقة التزييت، ويساعد على تكوين الصدى والتآكل داخل المعدة. وعلشان كده من الحاجات المهمة جدا إننا نستخدم البريثر أو منفذ تهوية مناسب يمنع دخول الهواء المحمل بالرطوبة، لأن لما المعدة تبرد الهواء اللي جواها بينكمش فتبدأ تسحب هواء من الخارج، ولو الهواء ده مليان رطوبة هتدخل رطوبة جوه الزيت وتبدأ المشكلة من غير ما حد يحس. ومن مصادر التلوث كمان المواد الكيميائية. أحيانا أثناء التشغيل أو أثناء الصيانة الزيت بيختلط بمواد تانية زي البنزين أو سائل التبريد أو المذيبات أو سوائل التنظيف، وده ممكن يحصل بسبب تسريب داخلي أو بسبب خطأ أثناء الصيانة. وساعتها خواص الزيت بتتغير، وممكن يفقد قدرته على التزييت والحماية. ومش لازم التلوث يجي من بره، أوقات المعدة نفسها هي اللي بتنتج الملوثات. مع التشغيل الطبيعي التروس والبيرنج وأجزاء مانع التسريب بيحصل فيها تآكل بسيط جدا، وبيطلع منها برادة معدنية بأحجام مختلفة. البرادة دي تفضل تلف مع الزيت، وكل ما تلف أكتر تعمل تآكل أكتر، فيبقى عندنا دايرة مغلقة: التآكل ينتج برادة، والبرادة تزود التآكل، وهكذا. كمان لازم نفتكر إن الزيت أو الشحم مش هيعيش بنفس الكفاءة طول عمره. مادة التزييت فيها إضافات كيميائية مسؤولة عن مقاومة الأكسدة ومنع الصدى،
وتقليل الاحتكاك وتحمل الأحمال. لكن الإضافات دي مع الوقت بتبدأ تستهلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والأكسدة والتفاعلات الكيميائية. ولما الإضافات دي تضعف الزيت يفضل موجود لكن أداؤه بيقل، وبالتالي بتقل قدرته على حماية المعدة. وفي حالات معينة خصوصا لما يكون في مية داخل الزيت ممكن يحصل نمو البكتيريا أو الفطريات. ممكن الموضوع ده مش منتشر في كل التطبيقات لكنه بيحصل في بعض الأنظمة، وخاصة الخزانات الكبيرة أو الزيوت اللي بتقعد فترات طويلة، وساعتها الزيت بيفقد استقراره ويتدهور خواصه. ومن الحاجات اللي للأسف بتحصل كتير في المصانع سوء التخزين وتغيير أماكن الزيت. هتلاقي عبوة الزيت مفتوحة طول اليوم، أو بيتم نقل الزيت في جردل مستخدم قبل كده، أو القمع نفسه مليان تراب، أو الزيت بيتحط في المعدة من غير أي ترشيح. كل الحاجات دي بتدخل ملوثات للزيت قبل ما يشتغل أصلا، وبعدها نستغرب ليه عمر المعدة قل. وبرضه من الأخطاء الشائعة جدا هي خلط أنواع مختلفة من الزيت أو الشحوم. ناس كتير بتفتكر إن أي شحم ينفع يتحط فوق أي شحم، أو أي زيت ينفع بيتخلط مع أي زيت. لكن الحقيقة إن في مواد غير متوافقة مع بعضها، وخلطها ممكن يغير اللزوجة أو يفسد الإضافات أو يخلي الشحم يفقد قوامه. في النهاية بدل ما نحسن التزييت نكون سببنا مشكلة أكبر. كمان البيئة المحيطة ليها تأثير كبير، فلو المعدة شغالة في مكان مليان أتربة أو رطوبة عالية، أو درجات حرارة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، كل الظروف دي بتسرع تدهور مادة التزييت وبتزود فرض دخول الملوثات ليها. وأخيرا ظروف التشغيل نفسها، لما المعدة تشتغل تحت أحمال عالية أو درجات حرارة مرتفعة، أو يتم تأخير تغيير التزييت عن المواعيد المحددة، الزيت يبدأ يفقد خواصه ويبقى أكتر عرضة للأكسدة والتلوث، وبالتالي بتقل كفاءته في حماية المعدة. قبل ما نتكلم عن أعطال الزيوت والشحوم لازم نعرف إن في أعطال إحنا اللي بنعملها بإيدينا. يعني ممكن المعدة تكون سليمة والبيرنج سليم والجير بوكس سليم، وبعدها نختار زيت أو شحم غلط فنكون إحنا السبب في بداية رحلة الفشل أو العطل. خلوني أسألكم سؤال: لو عندكم جير بوكس جديد وجبتوا زيت من شركة كويسة أو محترمة، هل ده كفاية؟ الإجابة هتكون لأ، لأن مش كل زيت ينفع لكل معدة. أهم خاصية بنختار على أساسها الزيت هي اللزوجة أو الفيسكوستي. بصوا على الجدول اللي قدامكم ده، ناس كتير أول مرة تشوفه تحس إنه معقد، لكن هو في الحقيقة بيقول حاجة بسيطة جدا. لأن الجدول ده عبارة عن ترجمة بين أنظمة تصنيف اللزوجة المختلفة. يعني نفس الزيت ممكن يبقى ليه أكتر من رقم حسب الجهة اللي صنفته. فمثلا عندنا الايزو في جي، وده أكتر نظام هنستخدمه في المصانع. وعندنا الاي جي ام اي الخاص بالتروس الصناعية. وعندنا الاس اي اي اللي بنشوفه في زيوت محركات السيارات. وعندنا الاس اي اي جير الخاص بزيوت الفتيس والديفرنشال. كلهم بيتكلموا عن نفس الفكرة، لكن كل جهة لها طريقة في الترقيم. يعني لما الشركة المصنعة تقول لك استخدم ايزو في جي 220، ما ينفعش اروح اجيب اي زيت لزوجته مختلفة لمجرد انه موجود في المخزن، لان اللزوجة مش مجرد رقم مكتوب على العبوة. اللزوجة هي اللي هتحدد سمك طبقة الزيت اللي هتفصل بين الأسطح المعدنية. طيب إيه اللي يحصل لو اللزوجة كانت أقل من المطلوب؟ طبقة الزيت هتبقى رفيعة جدا، ومش هتقدر تمنع ملامسة المعدن للمعدن، وساعتها يبدأ الاحتكاك يزيد وترتفع الحرارة ويبدأ التآكل، وبعدها يحصل فشل للمعدة أو عطل. ولو اللزوجة كانت أعلى من المطلوب، ناس كتير فاكرة إن الزيت التقيل أحسن لأنه بيحمي أكتر، ودي من أكبر المفاهيم الغلط. لما اللزوجة تزيد عن المطلوب الزيت بيبقى تقيل، والموتور أو الجير بوكس بيبذل طاقة أكبر عشان يحركه، فتزيد درجة الحرارة وتزيد مقاومة الحركة، وممكن الزيت أصلا ما يعرفش يدخل الأماكن الضيقة داخل البيرنج أو بين أسنان التروس بالسرعة المطلوبة. يبقى الزيت الخفيف غلط والزيت التقيل برضه غلط. المطلوب هو اللزوجة اللي حددها المصنع. الصورة اللي على اليمين دي سطح ترس داخل جير بوكس، لو ركزتوا هتلاقوا إن السطح مش أملس، في خطوط طولية واضحة جدا في اتجاه الحركة، ودي أول علامة تخلي مهندس الصيانة يشك إن في مشكلة في التزييت. الخطوط دي بنسميها الابريسيف وير حسب سببها، يعني أثناء دوران التروس طبقة الزيت كانت ضعيفة أو مش قادرة تحافظ على فصل الأسطح المعدنية، أو كان في جسيمات صلبة ماشية مع الزيت، فتبدأ الجسيمات دي تخدش سطح المعدن مع كل لفة. كل خدش يطلع برادة معدن، البرادة دي تلف مع الزيت وتعمل خدوش جديدة فتزيد البرادة. طيب إيه الأسباب اللي ممكن توصلنا للشكل ده؟
أول سبب هو اختيار زيت بلزوجة أقل من المطلوبة، وبالتالي طبقة الزيت انهارت وحصل احتكاك مباشر. السبب التاني إن الزيت فقد لزوجته مع التشغيل بسبب ارتفاع الحرارة أو انتهاء عمره. السبب التالت إن الزيت كان ملوث بأتربة أو برودة معدن، فالجسيمات دي اشتغلت كأنها ورق صنفرة. السبب الرابع إن كمية الزيت نفسها كانت قليلة، فبعض أجزاء الترس كانت بتشتغل من غير طبقة تزييت كافية. طيب لو فتحنا الجير بوكس وشوفنا المنظر ده، هل أول حاجة نغير الترس؟ أكيد لأ. أول حاجة بنسأل ليه الترس وصل للحالة دي. هل استخدمنا اللزوجة الصح؟ هل الزيت كان مطابق لتوصيات الشركة المصنعة؟ هل الزيت كان ملوث؟ هل مستوى الزيت كان مناسب؟ هل فلتر التزييت سليم؟ هل في تحليل زيت اتعمل قبل العطل؟ لأن تغيير الترس من غير معرفة السبب غالبا هيخلينا نشوف نفس العطل بعد فترة قصيرة. بعد كده عندنا التلوث. التلات صور دول ممكن يبان إنهم مشاكل مختلفة، لكن الحقيقة إنهم مرتبطين ببعض جدا، لأن أي تلوث بيبدأ بحاجة بسيطة وبعدها يجر وراه سلسلة من الأعطال لحد ما يوصل لفشل المعدة بالكامل. وعلشان كده في تحليل الأعطال إحنا مش بنبص على الزيت ونقول إنه متلوث وخلاص، لكن بنسأل إيه نوع التلوث ودخل منين وإيه التأثير اللي عمله. خلينا نبدأ بالصورة الأولى دي. فشايفين لون الزيت بقى عامل إزاي؟ ده مش لون زيت طبيعي، لأن ده دليل إن الزيت اختلط بمية. أول سؤال لازم أسأله هو المية دخلت منين؟ لأن المية عمرها ما بتظهر لوحدها. ممكن يكون عندي سيل تالف أو بايظ، أو أويل كولر بيسرب، أو المعدة اتغسلت بالمية، أو حتى بسبب التكثف. ودي نقطة ناس كتير بتغفل عنها. الجير بوكس طول النهار شغال وسخن، ولما يقف بيبرد. الهواء اللي جوه بينكمش فيبدأ يسحب هواء من بره عن طريق البريثر. لو البريشر مش مناسب أو مش فيه مادة مصة للرطوبة، هيدخل هواء محمل ببخار المية، وبعد شوية البخار ده يتكثف ويبقى نقط مية جوه الزيت. العملية دي بتحصل كل يوم، وبعد فترة تلاقي الزيت بقى فيه نسبة مية من غير ما حد يحس. وجود المية مش معناه بس إن لون الزيت اتغير. المية بتكسر طبقة الزيت اللي كانت فاصلة بين المعدنين وتسرع أكسدة الزيت وتقلل كفاءة الإضافات، وتبدأ تعمل صدأ في البيرنج والتروس. فالمشكلة الحقيقية مش إن الزيت بقى لونه لبني، المشكلة إن كل أجزاء المعدة بدأت تتأثر. نيجي للصورة اللي في النص. شايفين البرادة المعدنية دي؟ أخطر رسالة ممكن الزيت يبعتها لك، لأن البرادة معناها إن في جزء جوه المعدة بيتاكل بشكل كبير. ممكن يكون ترس أو بيرنج أو بوش أو أي جزء معدني. المشكلة إن البرادة دي مش بتفضل في مكانها، لكنها بتلف مع الزيت في كل أجزاء المعدة. يعني لو الترس طلع برادة، البرادة دي بتروح تدخل في البيرنج وتعمل خدوش، والبيرنج يطلع برادة أكتر، والبرادة الجديدة ترجع للترس، وتفضل الدايرة دي شغالة. علشان كده بنقول إن التلوث بيولد تلوث، وكل ما الوقت يعدي كمية البرادة بتزيد ومعدل التآكل بيزيد. وعلشان كده لو فتحت الفلتر أو المغناطيس ولقيت برادة، ما تعتبرهاش المشكلة، اعتبرها دليل زي لمبة الأعطال في العربية كده، إن هي مش العطل، هي بتقولك إن في عطل لازم تدور عليه. بصوا بقى على الصورة الأخيرة دي. هنا الزيت متقسم لطبقتين، وده معناه إن الزيت فقد تجانسه. ممكن يكون بسبب المية أو اختلاط بسائل تاني، أو بسبب إن الزيت نفسه وصل لمرحلة تدهور شديدة. ودي مرحلة خطيرة، لأن الإضافات الكيميائية اللي كانت بتحمي المعدة بدأت تنهار، والزيت مبقاش قادر يحتفظ بخواصه الطبيعية. وساعتها حتى لو مستوى الزيت مظبوط، فهو عمليا مبقاش بيقوم بوظيفته. نخش على تالت حالة، وهي الحرارة العالية. بصوا على الصور دي كويس، لأن كل صورة فيهم بتحكي مرحلة من مراحل تأثير السخونة الزايدة أو الأوفر هيتنج. وخلوا بالكم الحرارة العالية مش بس بتكون نتيجة العطل، لكنها كمان سبب رئيسي يخلي الزيت يفقد خواصه، وبعدها تبدأ سلسلة من الأعطال. بصوا على أول صورة، شايفين أسنان التروس لونها اتغير وفيها آثار احتكاك واضحة. ده معناه إن طبقة الزيت الفاصلة مبقتش قادرة تفصل بين أسنان التروس، فحصل ميتال تو ميتال كونتاكت أو تلامس مباشر بين المعدنين. أول ما درجة الحرارة تعلى، لزوجة الزيت أو الفيسكوستي بتاعتها بتقل، وطبقة الزيت بتبقى أرفع. ولما الطبقة دي بتضعف بيبدأ الاحتكاك يزيد، وبعدها بنشوف السكافنج أو القشط، أو تجريح شديد لأسطح التروس زي اللي قدامنا في الصورة. الصورة التانية هنا لون الزيت على الترس بقى غامق،
وده دليل إن الزيت بدأ يحصل له أكسدي وده دليل إن الزيت بدأ يحصل له أكسدة وتحلل حراري. يعني الزيت لسه موجود لكن خواصه بقت مختلفة، والإضافات اللي كانت بتحمي المعدة بدأت تستهلك. نيجي للصورة اللي تحت، فاحنا شايفين الطبقة السوداء المترسبة دي اسمها رواسب ورنيشية أو ترسبات كربونية، ودي بتتكون لما الزيت يتعرض لحرارة عالية لفترة طويلة. المشكلة إن الرواسب دي بتمنع انتقال الحرارة وبتقلل وصول الزيت للأسطح، فتعلي الحرارة أكتر ويدخل الزيت في دايرة مفرغة من التدهور المستمر. أما الصورة الأخيرة فدي من أوضح علامات السخونة الزايدة. فشايفين اللون الأزرق والبنفسجي على الحلقة دي اسمها الهيت ديسكولوريشن، ودي اللي هي تغير لون المعدة بسبب الحرارة، وده معناه إن الجزء ده وصل لدرجة حرارة أعلى من الحدود الطبيعية. أول ما تشوف الألوان دي على البيرنج أو عمود أو ترس اعرف إن الجزء تعرض لسخونة غير طبيعية، وساعتها ما تغيرش الجزء وخلاص، لكن اسأل نفسك إيه اللي رفع الحرارة. هل الزيت مستواه قل؟ هل اللزوجة أقل من المطلوب؟ هل الحمل أعلى من التصميم؟ هل في زيادة في التشحيم أو مشكلة في التبريد؟ وبعد كده رابع حالة وهي الأكسدة، من أكتر الأسباب اللي بتأثر عمر الزيت، وفي نفس الوقت من أكتر الأعطال اللي بتحصل تدريجيا. يعني الزيت مش بيبوظ مرة واحدة، لكن خواصه بتتغير يوم بعد يوم لحد ما يوصل لمرحلة ما بقاش ينفع يحمي المعدة. بص على أول صورة، عندنا كوباية فيها زيت جديد لونه فاتح وصافي، وجنبه كوباية تانية فيها زيت متأكسد. أول حاجة هتلاحظها هي تغير اللون، لكن خلوا بالكم المشكلة مش في اللون نفسه، المشكلة إن التفاعلات الكيميائية اللي حصلت جوه الزيت غيرت خواصه. مع ارتفاع الحرارة ووجود الأكسجين بيبدأ الزيت يتأكسد، والإضافات اللي بتحميه بتستهلك، وبعدها بتزيد اللزوجة وتتكون أحماض ورواسب، والزيت بيفقد قدرته على التزييت. والصورة التانية دي بتوضح مراحل أكسدة الزيت. في الأول الزيت جديد، وبعد فترة بيبدأ لونه يغمق، وبعدها يبقى بني غامق، وفي المرحلة الأخيرة بيتحول لرواسب طينية، ودي أخطر مرحلة، لأن الرواسب دي بتبدأ تسد الفلاتر وبتمنع وصول الزيت للأجزاء المتحركة، وبيخلي الحرارة تعلى أكتر فتزيد الأكسدة أكتر، ويدخل الزيت في دايرة تدهور مستمرة. نيجي للصورة الأخيرة، شايفين الرواسب البنية على سطح المعدن، دي نتيجة مباشرة لأكسدة الزيت. الرواسب دي اسمها رواسب ورنيشية زي ما قلنا قبل كده، ودي بتلزق في الأسطح المعدنية وبتمنع انتقال الحرارة، وبتعيق حركة بعض الأجزاء زي الصمامات، وكمان بتمنع طبقة تكوين الزيت الفاصلة، فيزيد الاحتكاك ويزيد التآكل. طيب ايه اللي يسرع الأكسدة؟ أول سبب هو الأوفر هيتنج أو السخونة الزايدة، لأن كل ما درجة الحرارة تعلى معدل الأكسدة يزيد بشكل كبير. كمان دخول الهواء ووجود مية داخل الزيت ووجود معادن ناتجة عن التآكل، كل دي عوامل بتسرع أكسدة الزيت. بعد كده إنك تخلط الشحم أو الزيت على بعضه بدون مرجعية. من أكتر الأخطاء اللي بتحصل في المصانع إن حد يقول هات أي شحم وزوده، لأنه كله شحم في الآخر. فبص على أول صورة، الشحم شكله بقى مفكك ومطاطي، وده حصل لأن نوعين شحم غير متوافقين حصل بينهم لأن نوعين شحم وده حصل لأن نوعين شحم غير متوافقين حصل بينهم عدم توافق بين الشحوم. كل شحم بيتكون من زيت أصلا من الأساس اسمه البيز أويل أو زيت أساس، ومادة مكثفة اللي هي السكنر. ولما نخلط نوعين غير متوافقين المادة المكثفة ممكن تبوظ أو تنهار والزيت ينفصل عنها، وساعتها الشحم بيفقد قوامه وقدرته على التزييت. لو بصينا على الصورة اللي في النص فاحنا هنشوف الزيت نازل من السيل. السبب الحقيقي ممكن يكون إن اتخلط نوعين شحم غير متوافقين، فحصل اويل سيبريشن أو انفصال الزيت عن المادة المكثفة، والزيت بدأ يهرب من السيل، بينما الجزء المتبقي من الشحم بقى ناشف ومش قادر يحمل البيرنج. عشان كده قبل ما تغير نوع الشحم لازم ترجع لجدول توافق الشحوم أو توصيات الشركة المصنعة، ولو هتغير من نوع لنوع مختلف الأفضل تنظف البيرنج أو نظام التشحيم بالكامل قبل إضافة الشحم الجديد، لأن مجرد إضافة شحم جديد فوق القديم ممكن يكون بداية عطل كبير. بص على الجدول ده، ودي من أهم الجداول اللي لازم أي مهندس أو فني صيانة يبقى عارف يقراه، لأن الجدول ده اسمه الجريس كومباتيبيليتي تشارت أو جدول توافق الشحوم. وظيفته إنه يقول لك هل نوعين الشحم ينفع يتخلطوا مع بعض أو لأ. طريقة قراءة الجدول بسيطة جدا، هتجيب نوع الشحم الأول من الصف ونوع الشحم التاني من العمود، ونشوف المربع اللي بينهم لونه إيه. لو المربع لونه أخضر يبقى متوافق،
والنوعين غالبا ينفع يتخلطوا ومش هيحصل تغير كبير في خواص الشحم. لو أحمر يبقى ممنوع تخلطهم ببعض، لأن هيحصل انفصال للزيت عن المادة المكثفة، وساعتها البيرنج ممكن يفقد التزييت بشكل كبير. أما لو أزرق فده مش مضمون أو توافق محدود، وممكن تنجح في بعض الظروف وتفشل في ظروف تانية، وعشان كده الأفضل نتجنب الخلط إلا لو الشركة المصنعة قالت إنه مسموح. لنفترض إن عندي بيرنج متشحم بليثيوم كومبلكس أو شحم ليثيوم معقد، وبعد فترة جه فني ومعاه كالسيوم كومبلكس أو شحم كالسيوم معقد وقال هزوده وخلاص. قبل ما يعمل كده لازم يرجع للجدول. لو المربع أخضر يبقى مفيش مشكلة، لكن لو أحمر يبقى مجرد ضغط من مسدس الشحم ممكن تكون بداية تلف أو بوظان البيرنج. فهنلاقي هنا اللي لونه أخضر، وده معناه إنهم متوافقين مع بعض. وعايز أوضح نقطة مهمة جدا، الجدول ده يعتبر جايد لاين أو دليل إرشادي مش قانون ثابت، لأن التوافق بيتأثر كمان بالبيز أويل أو الزيت الأساس والمكثف والإضافات ونسبة الخلط ودرجة الحرارة وظروف التشغيل. عشان كده حتى لو الجدول قال إن النوعين متوافقين، الأفضل دايما ترجع لتوصية الشركة المصنعة. ولو هتغير نوع الشحم بالكامل ما تعملش زي اللي بيزود الشحم الجديد فوق القديم. الصح إنك تنظف البيرنج أو نظام التشحيم قدر الإمكان، وبعدها تضيف الشحم الجديد، لأن وجود كمية من الشحم القديم مع الجديد ممكن يسبب مشاكل حتى لو النوعين قريبين من بعض. بعد كده عندنا مشكلة التشحيم زيادة عن اللزوم. مشكلة التشحيم زيادة عن اللزوم أخطر من نقص الشحم في حالات كتير، لأن في ناس فاكرة إن كل ما تحط شحم أكتر يبقى حماية أكتر، لكن اللي بيحصل العكس. بص على أول صورة، المفروض الشحم يبقى حوالين الرولينج إليمنت أو الكرات أو الرولمان بيلي بكميات مناسبة، لكن هنا البيرنج اتملى شحم زيادة عن اللزوم. مع دوران البيرنج الكرات بتفضل تخبط في الشحم وتقلبه باستمرار، وده بيزود تقليب الشحم باستمرار، وكل التقليب ده بيستهلك طاقة وبيولد حرارة. فلما نبص على الصورة التانية هنلاقي الشحم خرج من حوالين السيل أو منع التسريب وبقى شكله محروق ومتغير. طيب ليه؟ لأن زيادة الشحم عملت بريشر أو ضغط جوه البيرنج، فالضغط ده بدأ يدفع الشحم بره وممكن يبوظ السيل نفسه. وبعد ما السيل باظ بيبدأ يدخل تراب ومية، ويبقى عندنا مشكلة تلوث بالإضافة لمشكلة زيادة الشحم. أما الصورة الأخيرة فدي نتيجة طبيعية جدا، الحرارة العالية خلت الشحم يتأكسد ويتحرق وبقى لونه أسود ومتكتل وفقد خواصه بشكل كامل. وده سبب إن شركات زي ال SKF أو ال NSK بتحدد كمية الشحم بالجرام أو بتحسبها من أبعاد البيرنج، وما بتقولش إملاه شحم وخلاص، لأن الهدف مش إن البيرنج يبقى مليان، الهدف إن يبقى فيه كمية كافية تكون طبقة شحم وتقلل الاحتكاك من غير ما تسبب ارتفاع في درجات الحرارة أو ضغط على السيل أو منع التسريب. وآخر حاجة عندنا مشكلة التشحيم أقل من اللازم. لو قلنا إن زيادة الشحم غلط فبرضه نقص الشحم غلط بنفس الخطورة، لأن البيرنج محتاج كمية شحم مناسبة، لا زيادة ولا نقصان. أول ما الكمية تقل بتبدأ طبقة الشحم اللي بتفصل بين الكرات والمجاري بتقل، وبعدها يحصل ميتال تو ميتال كونتاكت أو تلامس مباشر بين معدن ومعدن ويبدأ التآكل. بص على الصورة اللي قدامنا دي، واضح إن الشحم موجود بكميات قليلة ومش مغطي منطقة التشغيل بشكل كامل. في الحالة دي مع دوران البيرنج الشحم مش هيقدر يوصل لكل الرولينج إليمنت أو الرمان بيلي، فتشتغل أجزاء من البيرنج من غير تزييت كافي، وده يسبب ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة في الاحتكاك. من أول الجزء ده إحنا مش هنبقى بنشوف صور أعطال وخلاص، إحنا هنتعلم إزاي نفكر ونحلل أي حالة زي مهندس الصيانة أو الريليابيليتي انجينير، لأن في الحقيقة مفيش معدة بتبوظ فجأة، كل عطل بيكون سايب علامات، والمطلوب مننا إننا نعرف نقرأ العلامات دي ونوصل للسبب الحقيقي. وعشان كده في كل الحالات اللي جاية هنستخدم طريقة ثابتة اسمها ال OCAP، ودي طريقة عملية جدا في تحليل الأعطال. أول حاجة هنعملها هي ال Observation أو الملاحظة، يعني هنبص على الصورة أو الجزء التالف ونوصف اللي شايفينه بعينينا من غير ما نستعجل ونقول السبب. هل في تغير في اللون، تآكل، صدأ أو شحم محروق أو تسريب أو خدوش أو كسر؟ لأن أول غلطة في تحليل الأعطال إنك تستنتج السبب قبل ما تلاحظ الحالة كويس. بعد كده هنسأل نفسنا الكوز أو السبب، إيه اللي أدى للشكل ده أو التلوث ده أو نقص التزييت أو زيادة الشحم؟
أو حتى عدم محاذاة. وهنا مش هنقف عند أول احتمال، لكن هنحاول نوصل للروت كوز أو السبب الجذري اللي بدأ منه العطل. بعد ما نعرف السبب هنحدد الأكشن أو الإجراء التصحيحي اللي نعمله. لو الحالة دي قدامنا في المصنع هنعمل إيه؟ هل هنغير البيرنج على طول، ولا ناخد عينة زيت، ولا نفحص السيل، ولا ننظف النظام، ولا نغير نوع الزيت؟ لأن الهدف إننا نعالج المشكلة صح، مش مجرد نغير الجزء التالف. وفي الآخر هنوصل للبريفنتيف أكشن أو الوقاية، ودي أهم خطوة في الموضوع كله. لأن نجاح الصيانة مش إنك تصلح العطل، نجاحها إن العطل ده ما يرجعش يتكرر تاني. يعني إيه الإجراءات اللي تمنع الحالة دي تحصل مرة تانية؟ تحسين تشحيم، أو اختيار زيت مناسب، أو فلترة أفضل، أو تحليل زيت دوري، أو تعديل خطة الصيانة بشكل كامل. فتعالوا نبص على أول حالة، ومش عايز حد يستعجل ويقول السبب من أول نظرة. إحنا اتفقنا إننا هنمشي بطريقة ال OCAP، يعني الأول هنلاحظ، وبعد كده نفكر في السبب، وبعدها نحدد الإجراء، وفي الآخر نعرف إزاي نمنع المشكلة دي تتكرر. أول حاجة الأوبسرفيشن أو الملاحظة. أول حاجة لفتت نظرنا إن ده ماجنتيك درين بلاج، أو طبة مغناطيسية، واللي بتكون في الجير بوكس. والطبيعي إن الطبة دي يبقى عليها كمية بسيطة جدا من الرايش الناعم بعد فترة تشغيل. لكن اللي قدامنا هنا مختلف شوية. شايفين كمية البرودة المعدنية متجمعة بشكل كتير جدا، وعاملة زي الشعر المعدني كده. ده معناه إن في كمية كبيرة من الوير بتحصل جوه، أو تآكل بين الجسيمات، خرجت من داخل المعدة واتجمعت على المغناطيس. كمان لون الزيت غامق، وكمية البرودة أكبر بكتير من المعدل الطبيعي، وده مؤشر إن التآكل بقى غير طبيعي. بعد كده الكوز أو السبب. فدلوقتي نسأل نفسنا، البرودة دي جاية منين؟ الطبة نفسها مش هي اللي بتنتج البرودة، هي مجرد بتجمعها بس. يبقى لازم يكون في جزء جوه المعدة بيتاكل. فممكن يكون أسنان التروس بدأت يحصل فيها تآكل، أو البيرنج بدأ ينهار، أو حصل lubrication failure والتزييت باظ بسبب نقص التزييت، أو استخدام زيت غير مناسب، أو تلوث الزيت بجسيمات صلبة. وممكن كمان يكون السبب حمل زايد، أو اوفرلود، أو عدم محاذاة مس alignment، أدى لزيادة الاحتكاك أو إنتاج البرودة دي. يعني البرودة هنا مش هي العطل، لكنها دليل إن في عطل أكبر بيحصل داخل المعدة. بعد كده الأكشن أو الإجراء اللي هناخده. وأكبر غلطة إننا ننظف الطبة ونرجعها مكانها وخلاص. لازم الأول ناخد عينة زيت ونبعتها نعمل لها تحليل زيت أو أويل أناليسيز، علشان نعرف نوع المعدن اللي موجود في البرودة، وهل هو حديد ولا نحاس ولا كروم، لأن كل معدن بيدل على جزء مختلف داخل المعدة أو الجير بوكس. بعد كده نفتح الفلتر ونفحصه، ونراجع مستوى الزيت ولزوجته، ونقيس الاهتزازات ودرجة الحرارة لو المعدة شغالة. ولو كمية البرودة زادت بالشكل ده، يبقى غالبا لازم نفتح المعدة ونفحص التروس والبيرنج قبل ما يحصل انهيار بشكل كامل. بعد كده البريفنتيف اكشن او الوقاية. علشان الحالة دي ما تتكررش، لازم يبقى في برنامج اويل اناليسيز او تحليل زيت دوري، وفحص للطبة المغناطيسية في كل تغير للزيت، لان الطبة دي تعتبر انذار مبكر جدا. وكمان لازم نلتزم بلزوجة الزيت الصحيحة، ونحافظ على نظافة الزيت، ونغير الفلاتر في مواعيدها، ونراقب الاهتزازات ودرجة الحرارة بشكل مستمر. لأن لو اكتشفنا زيادة البرودة في بدايتها، ممكن نغير بيرنج أو نصلح ترس بتكلفة بسيطة. لكن لو تجاهلناها، ممكن نخسر جير بوكس بشكل كامل أو المعدة كلها. تعالوا نبص على الحالة دي كويس. أول حاجة هتلفت انتباهنا إن الزيت مبقاش زيت أصلا، بقى عبارة عن مادة سميكة ولزجة جدا، وده اللي بنسميه برواسب أو طين زيتي. كتير من الناس أول ما تشوف المنظر ده تقول الزيت قديم وخلاص، لكن الحقيقة إن السلادج ده أو الرواسب الطينية دي مش بتظهر في يوم وليلة، ده بيكون نتيجة رحلة طويلة جدا من تدهور الزيت. فتعالوا نبدأ نحلل الحالة بالطريقة اللي اتفقنا عليها. فأول حاجة الأوبسرفيشن أو الملاحظة. احنا شايفين داخل الجير بوكس كله متغطي بطبقة سميكة من الرواسب السوداء. الزيت فقد سيولته الطبيعية وبقى عامل زي العجينة أو القطران. طيب الكوز أو السبب، ايه اللي وصل الزيت للمرحلة دي؟ السبب في الغالب مش حاجة واحدة، لكن مجموعة أسباب اشتغلت مع بعض. أول سبب هو الأكسدة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة لفترات طويلة. مع الوقت الزيت بيتفاعل مع الأكسجين وبيتحول بشكل تدريجي لمركب تقيل ورواسب. وكمان ممكن يكون الزيت فضل في الخدمة أو في الشغل فترة أطول من عمره، أو حصل تلوث بالأتربة أو المية.
أو الفلاتر كانت مسدودة أو استخدام زيت غير مناسب لظروف التشغيل. كل الأسباب دي بتسرع تكوين الرواسب. والإجراء اللي أنا هاخده أو الأكشن اللي أنا هاخده في الحالة دي ما ينفعش نغير الزيت وخلاص، لأن الرواسب دي موجودة في كل أجزاء المعدة. أول خطوة نفتح الجير بوكس ونعمل تنظيف كامل لإزالة الرواسب دي. بعد كده نغير الفلاتر ونعمل فلاشنج أو غسيل لدورة الزيت لو الشركة المصنعة تسمح بده. بعدها نحط زيت جديد بالمواصفات الصحيحة، وفي نفس الوقت لازم نعرف ليه الزيت وصل للحالة دي، وإلا الزيت الجديد هيبوظ زيه بعد فترة قصيرة. والأفضل كمان نعمل أويل أناليسيز، تحليل زيت، علشان نتأكد إذا كان في أكسدة عالية أو تلوث أو استهلاك للإضافات. بعد كده البريفنتيف أكشن أو الوقاية، علشان الحالة دي ما تتكررش لازم نراقب درجة حرارة التشغيل باستمرار، ونلتزم بفترات تغيير الزيت أو بنتائج تحليل الزيت، ونغير الفلاتر في مواعيدها، ونمنع دخول المية والأتربة، ونستخدم الزيت المناسب للمعدة. لأن السلادج أو الرواسب دي مش بتظهر فجأة، لكنه بيتكون بشكل تدريجي. ولو اكتشفنا علامات الأكسدة بدري هنمنع تكوين الرواسب قبل ما تسبب انسداد في مجاري الزيت أو تلف في البيرنج والتروس. تعالوا نبص على الحالة اللي بعد كده ونعمل لها observation. أول حاجة هنلاحظها إن في تغير واضح جدا في لون العمود وحلقة البيرنج. اللون الأزرق والبني والبنفسجي اللي ظاهر على العمود دي علامات معروفة على الأوفر هيتنج أو ارتفاع شديد في درجة الحرارة. كمان سطح العمود عليه آثار احتكاك واضحة، وفي الصورة الأخيرة واضح إن البيرنج حصل له تلف شديد. يعني إحنا قدام حالة سخونة عالية وفقدان لطبقة الزيت. السبب أو الكوز، أول واحد ممكن يقول الزيت كان وحش، لكن الحقيقة هنا مختلفة. هنلاقي إن السبب هو incorrect bearing float setting، أو ضبط غير صحيح للخلوص المحوري. يعني أثناء التجميع البيرنج اتقفل بخلوص أقل من المطلوب أو اتحمل بحمل محوري أكبر من اللازم. لما البيرنج يبقى مش متجمع صح، الرولات أو الأسطوانات بتضغط جامد على المجاري، والاحتكاك بيزيد بشكل كبير. ومع زيادة الاحتكاك بترتفع الحرارة، ولما الحرارة تعلى بتقل لزوجة الزيت، وطبقة الزيت بتبدأ تنهار، وبعدها يحصل lubrication failure أو فشل في التزييت. يبقى هنا الزيت فشل في أداء وظ... يبقى هنا الزيت فشل في أداء وظيفته، لكن السبب الحقيقي مش الزيت. السبب هو خطأ في تركيب وضبط البيرنج. وده درس مهم جدا في تحليل الأعطال. أحيانا اللي يخلي الزيت يفشل مش عيب في الزيت، لكن عيب ميكانيكي في المعدة نفسها. الأكشن أو الإجراء اللي المفروض ناخده في الحالة دي، تغيير الزيت مش هيحل المشكلة. لازم نفك البيرنج بشكل كامل، ونفحص العمود والهاوسنج، ونتأكد من قيمة البيرنج فلوت أو الخلوص المحوري طبقا لتعليمات الشركة المصنعة. كمان لازم نفحص آثار السخونة على العمود، لأن درجات الحرارة العالية ممكن تكون أثرت على خواص المعدن. وبعد الإصلاح بيتم تركيب بيرنج جديد وضبط الخلوص بالطريقة الصحيحة، وبعدها استخدام الزيت المناسب. أما البريفنتيف أكشن أو الوقاية، علشان الحالة دي ما تتكررش لازم أثناء التجميع بيتم قياس وضبط البيرنج فلوت أو الخلوص المحوري بالأدوات المناسبة، وعدم الاعتماد على الخبرة أو التقدير. ولازم كمان مراقبة درجة الحرارة بعد التشغيل، لأن أي ارتفاع غير طبيعي بيكون إنذار مبكر. والالتزام بإجراءات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة أهم بكتير من مجرد اختيار زيت جديد أو زيت مناسب، لأن أفضل زيت في العالم مش هيقدر يعوض خطأ في التجميع أو التركيب إحنا جمعناه بشكل غلط. بعد كده الحالة دي، ومن أول نظرة هنلاقي إن في كمية كبيرة جدا من الشحم الأسود والمحروق طالعة بره الهاوسنج. في الصورة التانية واضح إن الفني بيضيف كمية كبيرة من الشحم. في الصورة التالتة الشحم الأزرق خارج من السيل بشكل واضح. يعني إحنا قدام بيرنج بيتم تشحيمه باستمرار، لكن في نفس الوقت حالته سيئة جدا. ودي أول رسالة لازم ناخد بالنا منها، لأن وجود شحم كتير مش معناه إن التزييت كويس. أول حاجة الأوبسرفيشن أو الملاحظة. فإحنا شايفين الشحم متغير لونه من الأزرق للأسود، وده دليل إنه تعرض لدرجات حرارة عالية لفترة. كمان في كميات كبيرة من الشحم خرجت من السيل، والرواسب السوداء متراكمة حوالين البيرنج. يعني الشحم بيفقد خواصه بسرعة، والبيرنج بيسخن بشكل غير طبيعي. الكوز أو السبب، هنا صاحب الحالة دي كانت صورة عارضها واحد، وصاحب الحالة كان بيسأل هل أغير الجرافيت جريز اللي هو الشحم الجرافيت. والإجابة قبل ما نفكر في نوع الشحم هي لأ. لازم نعرف ليه الشحم بيسود وبيبوظ. فالسبب ممكن يكون اوفر جريزنج، زيادة كمية الشحم، لأن ضخ كمية كبيرة من الشحم في بيرنج مقفول
بيزود مقاومة الحركة فتزيد الحرارة والشحم بيتحرق. وممكن يكون السبب إن سرعة البيرنج حوالي 1750 لفة في الدقيقة مثلا، والشحم المستخدم مش مناسب للسرعة أو درجة الحرارة. وممكن يكون فيه مس الاينمنت أو عدم محاذاة أو حمل زايد أو دخول أتربة، وكلها بترفع درجة الحرارة وتسرع من تدهور الشحم. يبقى تغيير نوع الشحم من غير معرفة السبب الجذري هيكون مجرد علاج للأعراض ومش للمشكلة. بعد كده الأكشن أو الإجراء اللي هناخده، أول حاجة نوقف إضافة الشحم بشكل عشوائي. بعد كده بنفك البيرنج وبنفحصه ونراجع كمية الشحم المضافة وفترة إعادة التشحيم، ونتأكد إن في مساحة كافية داخل الهاوسنج عشان الشحم يتمدد جواها. ولازم كمان نقيس درجة حرارة البيرنج والاهتزازات، ونتأكد من الالاينمنت والمحاذاة والأحمال. بعد كده البريفنتيف أكشن أو الوقاية، لازم يكون في لوبريكيشن بروجرام أو برنامج تشحيم، ويكون واضح ويحدد نوع الشحم والكمية وفترة إعادة التشحيم. ولازم يتم تنظيف منطقة التشحيم قبل إضافة الشحم جديد، ومراقبة درجة الحرارة بشكل دوري. والأهم من ده كله إننا ما نغيرش نوع الشحم إلا بعد دراسة ظروف التشغيل والتأكد من توافقه مع التطبيق بتاعك. من هنا بقى الدور عليكم. قدامكم 3 حالات حقيقية زي ما احنا شايفين كده، وأنا مش هحللهم. المطلوب من كل واحد يطبق طريقة ال OCAP اللي اتعلمناها في الكورس. يعني تبدأ بالأوبسرفيشن، بعد كده الكوز أو السبب، وبعدها تكتب الأكشن أو الإجراء اللي هتعمله لو الحالة دي قدامك في المصنع. وفي الآخر تكتب البريفنتيف أكشن أو الوقاية علشان تمنع المشكلة دي تتكرر. حاول ما تستعجلش في الحكم، وفكر زي أي مهندس تحليل أعطال، مش مجرد واحد إنه بيغير قطعة وخلاص. بعد ما تخلص التحليل انشره في بوست على لينكد إن أو الفيسبوك، وحط صورة الحالة مع شرحك، وهتلاقوا الصور في ملف مرفوع فحملوه. وفي البوست اعمل لي منشن او اعمل لي تاج، واستخدم هاشتاج الكورس اللي هو هاشتاج الزيوت والشحوم. وانا هراجع التحليلات بنفسي وهختار افضل التحليلات اللي كانت اقرب للسبب الجذري وافضل طريقة تفكير. والموضوع ده هيكون كويس ليك جدا ولصفحتك على لينكد ان. ولو زنقت معاك قوي على لينكد ان ومش عارف تعمل بوست، ممكن تبعت لي على الواتس حلك وانا هشوفه ان شاء الله.